اسياف، انا اسف. الو، اهلا وسهلا ومرحبا. الو، انا سمعانك اخي فنان. يسعد صباحك استاذ علاء. حبيبي. وانا سمعانك استاذ علاء، كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك ويجعلك بخير. استاذ علاء، في هيك كلمتين حاب احكيهم قبل ما ابلش بحديثي بعد اذنك. تفضل. قال: اسالوا الايبائي، اسالوا ايبائي، اسالوا جدي، اسالوا نسبي، اسالوا الشموخ، اسالوا للواحد الاحد، اسالوا ما شئتم فانا البعث ديني وربي بشار الاسدي. يعني استاذ علاء، معلش حتى يا اخي الله. فنان، يا اخي فنان، يا اخي فنان. نعم. يعني حتى أنا أشرح ما قاله الأخ فنان حسن. هذا قول يعني تداعيات شعرية حتى لا يؤخذ على كلامه. هو نوع من فيض مجازي، نوع من فيض مجازي، ولا يقصد بهذا الكلام الشيء المحدد الذي لفظه، ولكن هو شيء من المجاز. مثل واحد بيحب وحده كتير كتير بيقول لك أنا بعبدك، هو لا يعبدها وإنما يحبها حبا شديدا. من فيض حبه هو من استخدم المجاز في المسألة. تفضل أخي فنان. نعم أستاذ علاء، نحن أولا بالدرجة الأولى نرفض كل الطائفية. هي محسوب يعني محصورة حصرا، ما في الطائفية مرفوضة عندنا. هي واحد. اثنين، بتمنى سعد الحريري وعبد الحليم خدام وقت اللي اجتمعوا بتركيا شلون فيلدمان عمل لهم هذيك البهدله، لانه الخطه تبعهم فاشله 100% استاذ علاء. هي شغله. وشغله ثانيه، هذول القناه الجزيره والعربيه و24 فرنسا 24، هذول اللي عم بيعرضوا شغلات التافهه مثلهم. لانه استاذ علاء هالمنظر اللي عرضوه هذا، انه هذول ببانياس، هي معروضه بالعراق. نعم. بالعراق، وانا واثق من نفسي انه بالعراق، لانه في دكتور حكى، وفي الدكتور هذا اللي حكى. قدمنا هذه المسألة يعني البارحة واليوم. وحكى استاذ علاء، وحكى دكتور بانه مستعد يصور المنطقة اللي هو فيها، اللي صاير المجزرة فيها، هي على دور صدام، ويبعثها للإذاعة السورية مشان شو تتأكد انه هالموضوع هذا حصرا مو بسوريا. ونحن بنتمنى الخير لبلدنا. شكرا يا اخي بنتمنى العمر المجيد لاسدنا، ونتمنى الخير للجميع. شكرا يا اخي فنان. اهلا وسهلا ومرحبا. الدكتور وسيم الحسن من الاخوه السوريين المقيمين في القاهره. دكتور وسيم، يا اهلا وسهلا فيك استاذ علاء. حياك الله. اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير. حياك الله.